من اكتر مشاكل الجهاز الهضمي وخصوصا في رمضان القولون العصبي، وده بيبقى سبب من اسباب الامساك. الجهاز الهضمي دي بتبقى بسبب تغيير نمط الاكل والشرب والصوم لساعات طويله، وده بيسبب جفاف. والامعاء محتاجه لنسبه كبيره من السوائل عشان تساعد على حركه الامعاء، وده بيسبب مشاكل في الجهاز الهضمي. الحقيقه في رمضان ان الناس اتقسمت نصين، نص القولون بتاعهم بيرتاح بالصيام والنص التاني بيحسوا بألم بالصيام. بطني بتتحرق، بطني. معظم الناس اللي بتحس بألم بسبب الصيام ده بيبقى بسبب ان هما كلوا كميات كبيرة قوي مرة واحدة، وده بيعمل ألم كبير في القولون العصبي. ايه اللي نقدر نعمله عشان نقلل من ألم القولون العصبي وفي نفس الوقت نقلل من الإمساك؟ أول حاجة هناكل كمية من الخضار والفواكه لأن فيها نسبة من الألياف تساعدني على حركة الأمعاء، بس هنقلل من معظم الخضروات الورقية اللي بتسبب انتفاخ للقولون. تاني حاجة هنمنع المشروبات الغازية ونحجم من نسبة الكافيين، مش أكتر من كوبايتين في اليوم، لأنه بيساعد على الوقاية من الإمساك، بس في نفس الوقت نسبة كبيرة منه بتعمل انتفاخ للقولون العصبي. حاجة الأكل بالتدريج وببطء. رابع حاجة الاهتمام بالرياضة لأنه بيساعد على حركة الأمعاء وبيساعد على الوقاية من القولون والإمساك والانتفاخ. حاجة أهم حاجة شرب كمية كبيرة من السوائل ومن المية، والاهتمام بالشرب اللي فيها نسبة من الحبوب، والحبوب اللي فيها ألياف اللي بتساعد على حركة الأمعاء والوقاية من الانتفاخ. خلاص؟ امال حضرتك فاكر ايه يعني؟